كل التفاصيل دي الحقيقه هيفلسف لنا الامور، لان هو معاه دكتوراه في فلسفه اداره الاعمال، وهو كان مدير العلاقات العامه بلجنه الحكام السابق، واكثر واحد في لجنه الحكام يمكن في تاريخها استقدم حكام اجانب او طرح حكام اجانب او استقبل حكام اجانب في تاريخ مباريات القمه ما بين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي في مصر، كابتن حسام الجوهري او دكتور حسام الجوهري. شرفنا منورنا. ازيك يا كابتن وائل، ازي حضرتك؟ وسعيد ان انا معاك، وتحياتي ليك ولمشاهدينك. هتفلسف لنا الامور النهارده؟ هفلسف لك، انا ما عنديش اي مشكله خالص. طيب تحب نبدا بايه؟ نبدا بفابيو، مش اسمه فابيو برضه، الحكم البرتغالي اللي ادار اللقاء فابيو. القمه. مش عارف، انا مضطر اقول لك اعملي مقارنه ما بين الحكام اللي كنت بتطرح اسمائهم وكانت بتوافق عليهم لجنه الحكام وكان بيتم استخدامهم من دول كتير من اوروبا او حتى من خارج اوروبا، وكانوا بيديروا لقاءات في مصر، وكنا بنختلف عليهم، نقول ده كويس شويه ده وحش شويه، اللي عندنا احسن، وانا كنت متحيز اللي عندنا دايما، لغايه ما جالنا فابيو البرتغالي اللي ادار لقاء القمه بين الزمالك والاهلي في الامارات، واللي بنبارك الاهلي على الفوز فيه بلقاء السوبر. قول لي رايك في الحكم ده، واعمل لي مقارنه ما بينه وبين اقل حكم عندك جبته قبل كده. بص، هو اولا انا مش عايز اظلم حد، لان عشان نوصل بس ان فابيو جه ازاي ده ليها طريقه، فلازم الجمهور والمشاهدين يعرفوا، لان الناس فاكرين اللي هي عمليه زرار مجرد اتصال يجي طقم تحكيم. العمليه اصعب من كده بكتير جدا، هي صعبه وسهله في نفس الوقت. تمام.